السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفات ندوش في دقائق. اليوم غادي نحضر معكم واحد سباكيتي خطيرة بدون لحوم، كطيب في مرة واحدة، كتجي لذيذة بزاف، ما غاديش تندموا الا جربتوها، وغتولي معتمدة عندكم في بزاف ديال الاوقات. هانتوما شوفوا كتجي شاربه لاصوص ديالها وكتجي رائعة، من ألذ الوصفات اللي ممكن توجدوا، والاهم انها اقتصاديه بدون لحوم. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير والطريقه. اللي مازال ما اشتركش في القناه ديالي ما عليه الا يضغط على مربع الاشتراك الاحمر ويفعل الجرس باش يتوصل كل ما هو جديد. بالنسبه للمقادير ديال سباكيتي اللي كتكون في طنجره واحده كتجي لذيذه وسريعه، غادي نحتاجوا لها كالتالي. عندي 250 غرام ديال سباكيتي. بالنسبه للكميه ديال سباكيتي كتبقى على حسب افراد الاسره، ممكن نتوما تضاعفوا الكميه. غادي نحتاج هنايا بصله بيضه محكوكه، ممكن تستعملوا البصل اللي عندكم. عندي 2 حبات ديال المطيشه، عندي هنايا معلقه صغيره ديال الملح، عندي هنايا هاد الشرموله العديده الاستعمالات عندي في القناه ديالي، غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. كتجي روعه 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 وسهله، وكما كنعرفوا دابا الوقت ديال القزبره المعدنوس، علاش لا نصاوبوا بحال هاد الحويجات في البيت ديالنا. عندي هنايا 4 ضامات ديال المرق ديال الدجاج. هذه دائما كنقول لكم اختياريه، بغيتو ديروها بغيتو تستغناو عليها، انا مره كنديرها يعني ماشي ديما. عندي هنايا نصف ملعقه ديال معجون الطماطم، عندي هنا التوابل نصف ملعقه ديال كل هاد التوابل هادو اللي كتشوفوا معايا. عندي هنايا البابريكا اولا الشونيه، البزار، الخرقوم اولا الكركم، شويه ديال السودانيه اللي هي اختياريه، وكذلك عندي هنا شويه ديال السكينجبير، وغادي نحتاج شويه ديال زيت المائده. هادو هما المكونات البسيطه ديال هاد السباكيتي بدون اللحوم، وكطيب في طنجره في وقت واحد. انا هنايا جبت طنجره ديال الضغط، ممكن نتوما الا ما بغيتوش ديروها في طنجره الضغط، يعني الطريقه اللي غادي ندير تبعوها غير عاديه. صافي هنايا غادي نجيب البصل، نزيد لكم هكا شويه باش تشوفوا، وغادي نزيد هنايا الطماطم، غادي نزيد هنايا التوابل. هاد الاثناء كما كتسمعوا الماء ديالي كيطيب، وغادي ندير هنايا معجون الطماطم، وغادي ندير هنايا هاد 4 ضويمه ديال مرق الدجاج، مكعب مرق الدجاج، وكذلك شرموله، وغادي نضيف الزيت. صافي هنايا كما كتشوفوا وضعت كذلك الزيت ما نوضعوش بزاف، تقريبا هي واحد 5 ديال المعلقات صافي. وهنايا في هذا الاثناء غادي نديرها فوق النار، وغادي ندوزو للمرحله المواليه. غادي نزيد هنايا الملح، نردو بالنا الملح لان القنور كيكون عندنا مالح، وكذلك حتى شرموله مالحه. صافي هنايا غادي نجيب الماء ديالي، غادي ندير الماء الكافي اللي غادي طيب ليا فيه سباكيتي. انا هنا درت لترو ديال الماء، وكل نوعيه ديال سباكيتي كيفاش كطيب، كاين النوعيه اللي كتاخذ شويه الماء، وكاين النوعيه يعني اللي كتكفيها هاد لترو. صافي انا غادي نعمر الطنجره ديالي ونرجع معكم. كما كتشوفوا سباكيتي ديالي كتكون هنايا شاربه لاصوص. بالنسبه للمقطع تحذف ليا، نقول لكم بالتفصيل، منين كتغلي ليا الطنجره ديالي 5 ديال الدقائق كنرمي فيها مباشره سباكيتي، ومن بعد كنشد الكوكوط. صافي ملي كتصفر ليا الكوكوط ديالي كنقص عليها، كنحسب لها 12 دقيقه. صافي كتكون سباكيتي طيبه بهذا الشكل هذا، غادي تشوفوها معايا في الشكل النهائي. كما كتشوفوا معايا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. هذا هو الشكل النهائي ديال طبق اليوم اللي حضرت معكم، سباكيتي اللي كتجي ولا اروع، كطيب في طنجره في وقت واحد، كتجي لذيذه بزاف هانتوما، وكتجي شاربه لاصوص ديالها، كتجي رائعه، ما غاديش تندموا الا جربتوها، فعلا كتستحق التجربه، وشي حاجه اللي هي سهله. انايا هنايا كما كتشوفوا حكيت لها الجبن كيكون اختياري، ممكن توضعوه ممكن تستغناو عليه على حسب الذوق ديالكم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، فعلا كتجي لذيذه. كنضرب لكم موعد جديد في وصفه جديده على قناه وصفات ندوش في دقائق. شهيه طيبه.